سلام متابعيني الأعزاء، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم ومرحبا بأي واحد كيشوف معنا الفيديو لأول مرة. إن شاء الله تكونوا بخير وما ناقصكم خير. اليوم غنديروا هذا المشروع ديال المصاصة، هذا المصاصة ديال الألوان اللي مشهورة وما كاينش من الأطفال اللي ما كتعجبوش. جميع الفئات ديال الأطفال كتعجبهم هذه المصاصة. غادي نشوفوا شحال كتخرج لنا الأرباح. راه بصراحة غادي تصدموا من شحال ديال الأرباح كتخرج كبيرة ديال المصاصات، وفيها الصرف لأنها كتباع غالية شوية. يعني كاين في بعض البلايص كتباع ب 15 درهم حتى ل 20 درهم. انا كنت كنشريها ب 20 درهم. وكاين في عند البقال، يعني غنديروا ليها حنايا غير قياس 3 دراهم هكذايا ولا 2 دراهم و50 باش نحطوها عند البقال. غادي ندوزو ان شاء الله نبداو هذه الطريقه. بسم الله. ناخذ 3 الكيسان ديال السكر. اول حاجه غادي نصايبوا الجليكوز ديال هذا الحلوى وغادي نخلوه حتى يبرد. تابعوا معايا خوتي الطريقه بلا ما تسرعوا الفيديو، لانه فيه واحد المعلومات اللي مفيدين ومهمين بزاف باش تنجح معكم الحلوى. هنايا 3 الكيسان ديال السكر، غنضيف معاهم نص كاس ديال الماء وواحد طريف ولا 2 طريفات ديال الحامض. نحركهم ونحطهم على النار مهيله حتى يبدا يذوب هذا السكر. عاد غادي نحسب ليه 3 دقائق من بعد ما يبدا يغلي. غنحسب ليه 3 دقائق ديما خوتي. هاد السكر ديالنا ديما نحسبوا ليه 3 دقائق. عاد كنبداو نديروا الاختبار ديالو. شفنا القوام ديالو راه وصل للنتيجه اللي حنايا بغيناها، عاد كنوقفوا عليه الطياب. شفناه باقي ما وصلش للنتيجه اللي حنا بغيناها، كنزيدوه يطيب شويه وفي نفس الوقت كنبقاو نختبروا. راه هذا هو السر ديال نجاح هذه الحلويات. والقوام ديال الجليكوز راه معروف كيكون هكذايا سائل شي شويه، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف. عاود كيكون هكذايا خاتر، واحد السائل ديال السكر عفوا السائل ديال السكر يكون خاتر. هانتوما تشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش عامل. واللي بغى يشري الجليكوز انا غنخلي لكم المقادير مضبوطين في الوصف. اللي بغى يشري الجليكوز راه ما غاليش، كيدير 18 درهم للكيلو، ولا يمكن اقل عند صحاب اللوازم الحلويات. انا كنت شفتو في مرجان تيدير ب 18 درهم للكيلو. ها نتوما غادي نحيدو نحطوه حتى يبرد. اللي بغى يشري الجليكوز الجاهز يشريه، اللي بغى يصايبو هكذايا بالسكر 3 الكيسان ديال السكر غادي تكفيكم في هذه الكميه اللي غادي نديرو ديال المصاصات. غادي نحطوه حتى يبرد. انا صايبته دابا وغادي نخليه حتى لغدا. عاد غادي نخدم به. ها هو كيف ما كتشوفوا هكذا كيكون ثقيل ثقيل، راه خاطر خاصو يكون خاطر. شوفوا الا صايبتوه في الدار هكذا خاصو يكون كيهبط ثقيل وخاطر، ثقيل من العسل ديال الشباكيه ولا ديال المعسلات. ثقيل هكا. واستعمالات ديال الجليكوز راكم عارفين تنلمعوا به مثلا لي طارت دو فخوي كندهنوا به، بعدا كندوبوه شويه كندفيوه شويه، عاد كندهنوا به لي طارت من الفوق، لي طارت اولا لي شناك باش نرشوا عليهم لي زاموند يفيلي. المهم غادي نحطوه في الكاسرونه. وعاد غادي نشوفوا بقيه المراحل. غير ضروري خاص هذا الجليكوز يكون بارد، ما نستعملوش هو باقي سخون. الان من بعد ما حطيت الكميه عندي كامله ديال الجليكوز غادي نضيف عليها 2 كيسان ديال السكر. يعني المجموع ديال هذا السكر تقريبا 5 الكيسان، نقولوا تقريبا راه كيلو ديال السكر، قيمه 5 دراهم ديال السكر. كيلو ديال السكر عندنا تيدير دابا 5 دراهم و50. وغنضيف عليهم نص كاس ديال الماء. ما غنضيفش دابا الحامض، ما غنضيف لا نكهه لا حتى شي حاجه لا ملون. غادي نحط هذا الخليط هذا على النار حتى يذوب ليا هذا السكر مزيان. ما خاصش يبقاو عندي الحبيبات ديال السكر، لانهم الا بقاو عندنا دوك الحبيبات راهم كيعاودوا يرجعوا يذوبوا من بعد ما كتيبس الحلوه، كيعاودوا يرجعوا يطلقوا الماء ديالهم وكتخسر لينا الحلوه، لانها خصنا نكونوا ذوبنا دوك الحبات ديال السكر ما بقاوش كيبانوا. غادي نخليه يغلي على النار. هانتوما بدا كيغلي. غادي نبدا نحسب ليه 3 دقائق وهو فوق النار. انا هذا الخليط ديال هذا السكر المره الثانيه خدا ليا 4 دقائق وهو كيغلي على النار. 4 دقائق باش كينشف من الماء ديالو، ما كيبقاش فيه داك السكاس اللي ضفناه. كنضيفوا داك الماء غير باش يعاون ان السكر يذوب لينا، ما يبقاش هذوك الحبات ديال السكر باينين. هانتوما غادي نشوفوا الاختبار ديال السكر من بعد 3 دقائق اولا حتى 4 دقائق. هنايا بقى ليا 4 دقائق وهو تيغلي. غادي تشوفوه راه كيولي قاصح. في هذه المرحله خاصنا السكر فاش نختبروه يولي يابس. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيولي واحد قطعه يابسه، ولكن راها كتمدد شويه، ولكن راها قاسيه بزاف. هانتوما راه قاصح هكذا. شفتوا
هو كيتمدد ولكن في نفس الوقت راه قاسي ماشي كيتمدد بسهولة، كيتمدد وهو قاصح قابط راسو. خصنا نحصلوا على هاد الشكل هذا، كيخلي لنا هاد الشكل هكا لما نقطعوه يبقى لنا هاد الشكل هنايا. راه الا ضبطوا هاد السكر هكايا راه عرفوا ان الحلوه ديالكم المصاصه كتنجح 100%، وزائد ان هاد الوصفه ناجحه 100%، راه ما فيهاش شي حاجه ماشي هي هذيك، وغادي تشوفوا النتيجه على عينيكم كيفاش كنحصلوا على مصاصه في منتهى الروعه بحال ديال المحترفين. وهنايا خوتي غادي نضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال حجر الليم، ما عمرش بزاف، معلقه صغيره. انا درت هنايا بمعلقه كبيره، ولكن المهم نصف معلقه كبيره من حجر الليم او السنيده الحامضه او لاسيد سيتريك. راه كيتباع عند اصحاب لوازم الحلويات، وهو راه ماشي شي ماده اللي مضره بزاف للصحه، بالعكس عنده فوائد، ولكن غير ما نكثرش منه. الا قريتوا عليه في جوجل غادي تلقاو راه كاين عنده بزاف الفوائد على الصحه. ها نتوما خديت هنايا عنده اضرار بطبيعه الحال، ولكن غير ما نكثروش. هنايا خديت 5 دراهم، شوفوا شحال تيعطيو فيها تبارك الله. راه تخرج لكم يعني 200 ولا 300، واش من 200 تخرج لكم اكثر من 300 ولا 400 مصاصه. المهم هنايا غادي ناخذ واحد المول، غادي نغلفو بورق الطبخ هكذا ونقسمو. هنايا فين غادي نضيف الملونات اللي انا محتاجاهم نخرجهم في هاد المصاصات. الا كان عندكم هاد البابي كويسون او ورق الطبخ ما كيلصقش، ما كيلاش تدهنوه بالزيت. الا كان تيلصق والجوده ديالته ضعيفه وعارفينه كيلصق، فتو استعملتوه ولقيتوه كيلصق، دهنوه بشويه ديال الزيت، راه ما فيه حتى ضرر. الا دهنتو الورقه بالزيت راه ما غاديش ياثر على السكر. نقسموه هكذا بهذه الطريقه باش نضيف ليه الملونات اللي بغيت، واللي بغى يضيف النكهات يضيفهم. هو هذاك حجر الليم تيعطيها واحد اللسعه، واحد البنه ديال المصاصات، يعني ما كاينلاش نضيفوا ليها المنكهات، ولكن اللي عنده الملون بالنكهه ديالو يضيفوا. يعني راه كاين كل ملون على حساب ديال الاورانج، ديال البرتقال، ديال السيترون، ديال الفريز، على حسب اللون او الطعم اللي بغيتوا تضيفوه ممكن تضيفوه. غادي نضيف الملونات اللي عندي، والملون الابيض راه ما كنضيفوش لان داك السكر لما كنبقى نخدموه بواحد الطريقه كيولي هكذاك ابيض بوحديتو، البيوضه طبيعيه ديالته كتولي فيه. كنضيف شويه ديال الملونات وهما راهم كيطلقوا اللون بزاف. لما كنخدموا السكر كيعطينا الوان، كيبان اللون كتر. تقدروا تخدموا غير بجوج ديال اللوينات، 3 د اللوينات، اللي عجبكم 4 اللي عجبكم. المهم اللون الابيض راه ما كتحتاجوش تشريو ليه الملون، لان السكر كيتحول للون الابيض لما كنخدموه بواحد الطريقه. غادي تشوفوا معايا غنخلي هذا الخليط هذا ينزل الحراره ديالو غير واحد شويه، وعاد غادي نبدا نجمعو كيف ما تعودتوا معايا في الفيديوهات اللي سابقين. غادي نخليه حتى ينزل الحراره ديالو شويه، وغادي نبدا نخدم به. ما تخليوش حتى يبرد تماما، قيسوه حتى تلقاوه راه باقي دافي شويه وبداو خدموا فيه. هنا غادي نبدا نجمع هذا اللون، هو راه باقي سائل. هانتوما تشوفوا غادي نجمع كاع الالوان، غادي نخدم بهم بنفس الطريقه. وكل ما خدمنا هذا السكر مع هذا الملون كل ما كيخرج لنا الالوان ديالو كتبدا تختلف. غير ما نخدموهش بزاف، حدو يمتاز لينا اللون وصافي نوقفوا عليه ونخليوه يبرد شويه باش نبداو نشكلوا المصاصه ديالنا. نتوما تشوفوا معايا اللون كيفاش غادي يولي، شفتوه كيف عامل دابا، وشوفوه بلاتي شويه كيفاش غادي يولي هذا اللون. غادي يبدا يتفتح ويبان ناصع ولامع. والطريقه ديال التسويق ديال هاد المصاصه راها اسهل ما كاين. نقدروا نحطوها عند البقاله، المحلابات، اي بوتيك فيه هكذايا الجرائد، بحال الكيوسك، بحال حتى اللي عنده كيبيع الحوايج. تقدر تحط عندهم علبه ديال هاد المصاصات هادو، دوك العلب اللي كيكونوا ترونسبارون. راه الناس كيدخلوا لاي بلاصه كيبغيو يشريو دوك كيكونوا كاع ناويين انهم يشريو ديك المصاصه، والهادو اللي كيشوفوها كيقولوا ارا ندير الوليدات نفرحهم راه كتعجبهم، اولا
حتى عند البقال ولا القلاي يتحطوا في دوك سميتهم بحال الفرشي كيكونوا كيرشقوا كيتكوا فيهم هكذايا العويدات ديال المصاصه، تيتكوهم فيهم وكيحطوهم، كتكون عاطيه العين. الواحد ما كيكونش عوال انه يشري، ما ناويش يشري ولكن تيقول راه نديها، وزائد الوليدات كاملين تتعجبهم هاد المصاصه، يعني كيفرحوا بها بزاف. لهذا هي مشروع زوين. وهاد لاسيد سيتريك اللي كنديروه فيها راه كيخليها تبقى مده الصلاحيه ديالها طويله، زائد انه تيخليها تحافظ على القوام ديالها وكيعطيها مذاق ديال واحد اللسعه زوينه في المصاصه، كتجي واحد الحموضه بنينه في المصاصه. ايضا غادي نخدم اخوتي هاد الالوان بهاد الطريقه هذه حتى غادي يتجمعوا عندي العجين ويبان اللون ديالو ناصع. كاملين غادي نخدمهم بنفس الطريقه وندوز اللون الابيض. ها نتوما تشوفوه غادي نبدا نخدمو، ما حديت نخدمو هو اللون ديالو كيتفتح وكيتغير اللون. ها نتوما شوفوا معايا، راكم عارفين خدمت معاكم هاد الطرق هادو شحال من مره. شفتوا البيوضه كيفاش كتولي، ومازال غادي يزيد يبيض كتر وكتر، كل ما خدمناه كل ما كيزيد يبيض اللون ديال هاد السكر. صافي الان بعد ما وجدوا عندي اللوينات، شوفوا هاد العجينه ديال السكر. ها نتوما راه ما كنقطعش المراحل وما كنحيدش اللقطات وما كنسرعش باش تشوفوا ان العجينه هكذا كتكون وراها وصفه ناجحه 100%. شفتوا العجينه ديال السكر كيفاش قاصحه ولكن كتمدد. انا غادي نقسم هاد السكر، غادي نخرج منه واحد المصاصه فيها 2 لوينات، وباقي الالوان غادي نجمعهم كاملين باش ما نطولش عليكم. هو راه ممكن نخرجوا منها بزاف ديال الالوان على حسب الرغبه ديالنا، بحال نخلطوا الخضر مع الحمر اولا نخلطوا الابيض مع الصفار، المهم باش نخرجوا اللوينات بزاف. ولكن غادي نختصر المراحل باش نوريكم غير 2 انواع، وتقدروا تخرجوا منها حتى شكيلات. كاين اللي كيصايب منها قليب، كاين اللي كيصايب بها هكذا فراشه، كاين اللي كيصايب بها اشكال بزاف كيداروا بهاد الحلوه. ولكن اللي كتير بزاف هو هاد الشكل الدائري اللي معروفه به هاد المصاصه. هنا غادي ناخذ هاد العجينه ديالتنا، غادي نمددها بهاد الطريقه بشويه. هي راها يابسه، مهم يابسه ولكن كتمدد، ماشي يابسه يعني ما نقدروش نتحكموا فيها، يابسه ولكن كتمدد. وفي حاله ما الا تعطلتوا عليها او لا خليتوها مده طويله باش انكم كنتوا خدامين بها وتعطلتوا عليها، ما عليكم الا انكم تغلي واحد شويه ديال الماء في كاسرونه وحطوا عليه الغلاقه. ديك الغلاقه حطوا فوق منها هاد العجينه ديال السكر، فهمتوني اخوتي؟ حطوها فوق من ديك العجينه ديال السكر، وهي حيدوا من النار، حيدوا بعد الكاسرونه من النار، حيدوها من النار، عاد حطوا فوق منها الغلاقه، غطيوها، وفوق ديك الغلاقه حطوا العجينه ديال السكر باش يلاه كتصهد شويه. وإلا عندكم ميكرووند حطوها في الميكرووند غير شي شويه، غير تحس بالصهد بالدفا، وحيدوها باش كتلقاوها سهله انها تخدموا بها وتكون كتمدد معكم مزيان، ما تجيكمش قاصحه ويابسه بزاف. نتوما شفتوا خوتي كيفاش جمعت هاد العجينه هذه ديال السكر، لويتها على بعضياتها، يعني الصوره راها ابلغ من الكلام. طريقه سهله، كتجمعوا دوك 2 لوينات اولا 3 ولا 4 اللي استعملتوهم، جمعوهم لفوهم بهذه الطريقه. وهنايا غنحتاجوا مقص باش نقطعوها، وغادي نركب فيها العويد ديالها. شفتوا الشكل ديالها كيفاش داير، وصفه ناجحه 100%. وغادي نخلي لكم المقادير اللي بغى يصايبها بالغرام، غادي نخلي لكم المقادير باش تصايبوها بنفس الطريقه، تبعوا نفس المراحل. هنايا عندي هاد الغلاقه، هذه راها غلاقه ديال واحد المكمل غذائي اللي كنت شاركته معكم اخوتي، قلت لكم راني كنستعملوا للوليدات الصغار. تقدروا ديروا اي غلاقه عندكم ديال قرعه الماء، ديال بيدوزات الماء، عفوا بيدوزات الماء راه الحجم ديالها كبير، اولا ديال قرعه الكونفيتور، اولا ديال الشكلاط، اولا اي غلاقه عندكم في الدار على حسب الحجم اللي نتوما بغيتو تحصلوا عليه. والا كتعرفوا شي حد من هادو الناس اللي كيصايبوا اللاطات سيغ ميزور، هذوك اللاطات ديال الفران اللي كيصايبوهم بالعبار، الا كتعرفوا شي حد هو يصايب لكم سيركل ويدير فيه واحد التقيبه من الوسط باش هي منين تصايبوا هاد الحلوه هذه تلقاو فين دوزوا داك العويد ديال المصاصه. هذه هي الطريقه. هي ممكن تخدموها بلا هاد الكونتر بياس، هاد السيركل هذا تقدروا تخدموها بلا به، ولكن هو كيخليها تحافظ على الشكل ديالها اكثر، وكتدخلوا العويد وكتبقى الفورمه ديالتها مقاده.
ها نتوما تتشوفوا معايا خوتي هذيك باكيه ديال العويدات ديال المصاصه فيها 100 حبه، شريتها ب10 دراهم. كندخلوا العويد هكذا وكنحصلوا على مصاصه. كنستمر بهذا الشكل هذا. هنا كيلصق ليا الالومنيوم فيها، ولكن معليش كان عليا ندير نغلف بالميكا احسن باش تجيني سهله. نتوما غلفوا بالميكا باش تجيكم سهله انكم تزولوها. كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي ديال هاد المصاصه. هانتوما شفتوا الطريقه كيفاش دايره. كنلفوه عادي وبكل سهوله، وكنقسم على حساب الحجم اللي بغيت ديال المصاصه ديالي هكذا. تابعوا معايا خوتي الطريقه، راه غتجيكم ساهله. واخا تبان لكم صعيبه ولا شي حاجه، راه غير الصعوبه عندنا حنايا في الدماغ ديالنا كيصعب علينا الحاجه، وهي راها سهله. لما كنبداوها كنلقاو راسنا راه كنا مصعبينها على راسنا وهي راها سهله. شفتوا كيفاش تتخرج؟ هذا هو الشكل النهائي ديالها، ومازال غادي تقاد بوحديتها لانها باقا طريه شويه. هادو هما الكميه اللي حصلت عليها. باقا غادي نكمل وغادي ندوز معكم دابا لهاد ديال الالوان. هي ما كنقطعش اللقطات، غادي ناخذها قدامكم كيف ما كانت محطوطه. غادي ناخذها هانتوما تشوفوها معايا باش تكونوا متيقنين من ان الوصفه ناجحه، ما محتاجاش شي حاجه تزاد فيها او لا تنقص منها. انا ما كنبغيش نسرع الفيديوهات، كنبغي تشوفوا معايا التفاصيل ديال الحاجه. كاين اللي كيعطي الوصفه ولكن كيكون فيها شي حاجه ما واضحاش او ما بايناش، وهذيك الحاجه اللي ما واضحاش وما بايناش هي اللي كتصدق مخسره الوصفه ديال وحدين اخرين. ولكن انا تنخلي الوصفه وكنخلي اللقطات تبان قدامكم باش تكونوا مقتنعين ومتيقنين ان الحاجه ناجحه 100%. هكذا خوتي غادي نمدد هاد السكر ديالي بهاد الطريقه. تقدروا تلفوا 2 الالوان اولا 3 اولا 4 على حسب نتوما وشنو بغيتوا. غادي نمددهم بنفس المستوى. واخ الا كانوا عندكم النكهات ضيفوا النكهات، بحال ديال هاد الصفر ضيفوا ليه سيترون، بحال هذاك الاحمر ضيفوا ليه فرومبواز او لا فريز. وهي بلا نكهات كتكون بنينه. بهذيك النكهه ديال لاسيد سيتريك تيعطي بنه زوينه وتيعطيها هكذايا صلاحيه. كما قلت لكم حتى هو راه مفيد، ماشي كله اضرار. غير ما نكتروش من الحاجه. راه الخضره الا كثرنا منها حتى هي كضر، اولا الفواكه حتى هما الا كثرنا منهم وكليناهم بزاف راه تيضروا. اي حاجه الا كثرنا منها كضر. هانتوما خوتي نكمل هكذا. غادي نقادهم ونبدا نجمعهم هكذا، نضغط عليهم شويه، نضغطوا عليهم بشويه باش يتلاصقوا. وغنبدا نلفهم كيف ما لفينا هذيك الاخرى، حتى هذه غادي نلفوها بنفس الطريقه. وكتخرج تبارك الله. هاد 5 دراهم ديال السكر غادي تخرج ليا 42 حبه ديال المصاصات. شفتوا هانتوما كنلفوا، شفتوا على لوينات كيخرجوا في هذا السكر تبارك الله كيحمقوا. الخدمه ديالتها والله الا ممتعه. هاد المصاصه هذه الخدمه فيها ممتعه، المتعه والله. شوفوا الجمال الالوان. هاد الفكره خوتي زوينه بزاف. اللي بغى يخدم على راسو من الدار وبلا مجهود، يعني تخدمها مثلا الاخت وتعطيها لخوها يوزعها ليها، اولا تخدمها الزوجه وتعطي لراجلها هو يتكلف بالتوزيع ديالها. راه هاد الحلوه هادي والله حتى فيها ارباح كثيره كثيره بزاف. هانتوما غادي تشوفوا معايا، غادي نحسبوهم وغادي تشوفوا شحال كتخرج. وراها سهله في التوزيع ديالها وفي التسويق ديالها. عليها اقبال، كتباع طايره، كتباع بزاف بزاف. وزائد الى ربي عطاكم واحد الحماس لواحد الحاجه، راه سمعوا لذاك الحماس، سمعوا للداخل ديالكم، نوضوا وجريوا وشمروا ونوضوا ديروا الحاجه. راه ربي ما كيعطيك الحماس لشي حاجه الا وعندك قدرات انك تنجح فيها. ما تقولوش لا هذا الشيء صعيب ولا هذه ما نقدرش عليها. انا كنهضر بشكل عام، ماشي غير على هذه الحلوه هذه او على المصاصه او على شي حاجه اخرى. المهم بشكل عام الا جاكم الحماس لشي حاجه نوضوا توكلوا على الله وديروها. راه ربي هو اللي عطاكم داك الحماس، وهو اللي خلاكم انكم تفكروا انكم
انكم ديروها. لذلك نوضوا ليها، راه واخا ما تنجحوش فيها، واخا تلقاو عراقيل، واخا تبقاو طيحوا وتنوضوا، ولكن في الاخر غادي تنجحوا، غادي توصلوا للنتيجه، لان عندكم اصرار، عندكم حماس لديك الحاجه اللي ربي اللي عطاكم الحماس لها، لانها هي فين غادي توصلوا للنتيجه اللي نتوما بغيتو. بان لكم واخا يبان لكم غير شويه ديال الامل في الحاجه، واخا غير شويه ديال الربح، ما تعكزوش عليها، استمروا فيها واستمروا وغادي توصلوا. كونوا اكيدين، اي حاجه في الاول كتكون صعيبه، ومن بعد ربي كيسر الامور وكتسهل وكتسهل وكيعجبكم الحال، والله يسهل على الجميع يا ربي. شوفوا اخوتي، هنايا راني غادي نصايب هذا الشكيل هذا بهذا مع العود المصاصه. شوفوا بهذه الطريقه ساهل، اسهل ما كاين. كنلفوا على العويد المصاصه. شفتوا كيفاش كيجي الشكل؟ هذه ساهله كاع بزاف هكذايا. نعاود نصايبها معكم. شفتوا اللوينات كيفاش كيجيو؟ وغادي نصايب حتى الدائريه نيت من هاد العجين هادي. غادي نكمل نصايب جميع المصاصات اللي بقاو ليا دوائر بهاد العجينه ديال المصاصه ديال السكر، عجينه السكر. هي الا كان معكم العوين غادي تجيكم القضيه سهله في التوجد ديالها، يعني واحد يلفها هكذا وواحد يصيبها في العود باش تسربيوها في يديكم في الخدمه تكون سريعه. يعني واحد يلف وواحد يدخل فيها العويد باش هكذا تكون سريعه، ما تبقاش لكم العجينه السكر تيبس بزاف اولا تجيكم صعيبه. هكذايا غادي تسهلوا عليكم الخدمه. هكذا شفتوا كيفاش كتجي. هنا كيلصق ليا الالومنيوم، قلت لكم كان عليا ندير الميكا، نفرش ليه الميكا، ولكن معليش حتى هكذايا. ها هي كتعطينا نتيجه مزيانه. غادي نلف هكا. شوفوا اللوينات تبارك الله شحال زوينين. هذا هو الشكل النهائي ديال المصاصات. ما بقى لينا اذا الان غير لومبالاج، وكنت باغا نوريها لكم في لومبالاج، ولكن للاسف السيد اللي كيبيع لوازم الحلويات لقيت لومبالاج اللي غادي يقدني في هذه المصاصات ساهله. ان شاء الله في الفيديو الماجي غنصايب معكم واحد المصاصه عاود مشهوره بزاف، وغادي نكون موجده لها لومبالاج ديالها. وندوزو الان غادي نحسب معكم شحال تتقام علينا هذه المصاصه. غادي نديرو تقريبا 5 دراهم ديال السكر اللي استعملت، وزائد 10 دراهم ديال هذوك العويدات ديال المصاصه شريتهم ب10 دراهم. بالرغم من اني استعملت غير 42 حبه هي اللي استعملت في هذه المصاصات، ولكن انا غادي نحسب الباكيه كامله، زائد واحد 5 دراهم ديال لومبالاج اللي ما شريتوش للاسف، ولكن غادي ندخلو في الحساب، يعني نحسبوا حنايا شحال المصاريف كامله. زائد 5 دراهم ما بين البوطه، ما بين داك لاسيد سيتريك، وما بين الملونات، يعني المجموع راح تقامت علينا ب 25 درهم. 25 درهم هو راس مالنا اللي صرفناه على هذه الحلوه هذه، وهي خرجت لنا 42 حبه. 42 حبه غندي ندير بحساب انني غنبيعهم ب2 دراهم و50، 2 دراهم و50 الحبه، باش يعني البقال يبيعها ب3 دراهم يربح هو فيها. نخلي ليه 50 فرانك ديال الربح، يعني جاتني 105 دراهم. باش غادي 105 دراهم هي الارباح عندي في هذه الحلوه هذه، ولكن خصني نقص منهم راس مالي اللي قلت لكم عليه 25 درهم، يعني شاطت ليا 80 درهم ديال الارباح من هاد المصاصات هادو. من 42 حبه شاطت ليا 80 درهم ديال الارباح، محيده منها هذاك الثمن ديال اللي غيربحوا البقال، محيده منها المصاريف كاملين ديال لومبالاج ديال البوطه ديال السكر ديال يعني العويدات،
كل شيء دخلناه وشطط لينا 80 درهم ديال الارباح. تبارك الله، زعما راه شي حاجه اللي تستاهل ان الواحد ينوض يجمع الوقفه وينوض يخدم في هذه المصاصه. وانا خوتي شاركت معكم جميع الاسرار الخاصه بنجاح هذه الوصفه وهذه المصاصه، وغادي تصاوبوها ان شاء الله وتنجح معكم. غادي تلقاو بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال الطرق، ولكن هذه هي انجح طريقه. تبقاو على خير وخليت لكم الراحه. بسلام عليكم.